السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غنهضروا فيه على مشروع بيع الزليج. هذا المشروع من بين المشاريع المربحه واللي عليها اقبال كثير لانها متعلقه بالبني، والبني كيف ما كتعرفوا ما كيحبسش كاع، واخا كتكون الازمه واخا كيكون اللي كان البني كاع ما كيحبس. داكشي علاش في هذا الفيديو غنهضروا بالتفصيل على هذا المشروع ديال بيع الزليج، وتصنتوا معايا مزيان حتى التالي، لانه واخا ما يكونش عندك راس المال كبير ممكن انك تبدا هذا المشروع هذا، ونبداو على بركه الله. اذا باش تبدا هذا المشروع ديال بيع الزليج اول حاجه كيخصك هي المحل التجاري، والمحل التجاري من الاحسن يكون كبير شويه. علاش؟ باش يقدك باش تستعرض فيه داك المنتوجات، لان الا دير غير لي زيشونتيون ديال كل شكل راه كاينين بزاف ديال الاشكال، يعني خاصك واحد المساحه اللي تكون شويه كبيره باش تقادهم بواحد لا بريزونطاسيون اللي كتكون واضحه. هما نورمالمون راه كيكونوا عندهم واحد السيبورات جايين بحال الشكل ديال شي كتاب، كتبقى كدوزهم هذوك كيقادهم لك السودور. ما كانش كاين اللي كيديرهم بواحد الطريقه اللي هي عاديه، كيقاد داك الجليج شكيلات كيف ما هما وكيحطهم وكيبريزونطيهم. المهم كتبقى على حساب انت شنو باغي دير، مي احسن حاجه كتبقى كيف ما كتشوفوا في التصاور على شكل بحال الشكل ديال شي كتاب، كتبقى كتجبد في الشكيلات وكتشوفهم وكيكونوا مبريزونطين بواحد الطريقه اللي كتثير الانتباه ديال الناس. اذا بالنسبه للمحل التجاري الموقع ديالو من الاحسن يكون في شي حي اللي يلاه عاد كيتبنى. علاش؟ حيت تما غيكون الاقبال اكثر، الناس يلاه عاد كيبنيو، دونك غادي يخصهم الجليج، كيشوفوا اقرب واحد ليهم اللي كيبيع هاد الجليج. وبالنسبه للتجهيز ديال المحل ما يخصكش شي تجهيزات اللي هي كثيره، ابار هاد السيبورات اللي هضرنا عليهم اللي غتحط فيهم الجليج، غيخصك واحد البيرو فين تستقبل الكليان وصافي. يعني ماشي شي تجهيزات كثار، ولكن يقدروا يكونوا مكلفين الا قديتيهم بهذه الطريقه هذه. اذا هادشي فيما يخص المحل التجاري. ركزوا مزيان على الموقع، واخا كاينين بعض الناس اللي حالين هذا المحل ديال بيع الجليج ولكن ما دايرينش المحل في واحد الحي اللي هو عاد كيتبنى، ولكن هنا غنرجعوا خاص يكونوا عندك العلاقات. يعني ضروري هذه المساله هذه غادي نهضروا عليها في الطريقه ديال الخدمه وديال التسيير ديال هذا المشروع. وبالنسبه للسلعه منين غادي تجيبها، راه كاينين في جميع المدن بزاف ديال الشركات اللي كيصاوبوا هذه الانواع ديال الجليج، وكيكون عندهم جميع الانواع. كاينين الجليج اللي كيتصاوب هنا في المغرب، وكاينين شكال اللي كيجيبوهم مثلا من دول اخرى، ولكن كتمشي عند شركه راه كتلقاها عندها جميع الديكورات وجميع الاشكال. يعني انت ممكن انك تتعامل مع شركه وحده ولا تتعامل مع مجموعه ديال الشركات. وهنا غنهضروا على جوج انواع ديال الناس. النوع الاول اللي ما عندوش راس المال الكافي باش مثلا غادي يشري داك السلعه، ابار الثمن باش غادي تجهز داك المحل ديالك وغادي تشري المحل وتجهزو وتقادو، ما عندكش راس المال مثلا كبير، غادي تمشي غادي توجه لهاد الشركات هادو وغادي تتفاهم معاهم. حيت كاينين بعض الشركات اللي كيعطيوك غير دي زيشونتيون كتحطهم نتايا كتبريزونطيهم، حتى كيجي عندك الكليان كتاخذ من عنده لا كوموند وكتمشي كتجيبها له ديريكتومون الشركه. وبطبيعه الحال الشركه راه كتكون في المدينه ديالك، واخا مثلا يكون المصنع مثلا كاين في كازا، ولكن راه كيكون عندهم في اي مدينه كيكون عندهم ديبويات ديال المنتوجات ديالهم. يعني انت غتفاهم معاهم، غتقول لهم انا ما عنديش راس المال، غتعطيوني غير دي زيشونتيون، بغاو تشري داك لي زيشونتيون تشريهم مثلا ما يتقاموش عليك غاليين، ولكن في اغلب الاحيان هما اللي كيعطوك هذوك لي زيشونتيون، حيت كاينين بزاف ديال الشركات وكاينه المنافسه كثيره. يعني الا ما داروش هذه الطريقه هذه ما غاديش يبيعوا، يعني كيديروا واحد التسهيلات. هادشي بالنسبه للناس اللي ما عندوش راس المال وبغى يبدا هذا المشروع هذا بهذه الطريقه هذه. وانا شخصيا فايت لي مشيت من عنده واحد السيد اللي كيبيع الجليج، وخديت من عنده واحد لا كونتيتي قليله، ماشي زعما ماشي بزاف، ماشي 100 متر ولا 200 متر ولا 300 متر، تقريبا غا واحد 7 متر ديال واحد النوع ديال الجليج، وما عطاهم لي سور بلاص. وهذا دليل على ان ما عندوش ستوك تما. قال لي حتى العشيه وغنجيبوا لك، وباينه انه مشى للشركه ديريكتومون وجابوا لي داك الساعات. يعني ما عندوش هو ما شاريش داك الجليج حتى كتجيه لا كوموند، عاد داك الساعات كيمشي للشركه وكيجيبوها لك. هذا فيما يخص النوع الاول اللي ما عندوش راس المال وباغي يبدا مثلا هذا المشروع هذا. عندك واحد راس المال اللي قليل، واحد 4 5 ديال المليون، يلا غادي تجهز بها المحل وغادي تشري المحل وغادي تبدا باغي تبدا هذا المشروع. اما بالنسبه للنوع الثاني اللي عنده راس المال وباغي يبدا هذا المشروع، راه اقل حاجه ممكن تبدا بها هي 20 مليون. حيت كيف ما كنعرفوا انت ما غاديش تشري كونتيتي قليله، ضروري خاصك كل شكل غتجيب منه واحد العدد كبير ديال المترويات. داكشي علاش خاصك واحد راس المال اللي هو كبير. الا هادشي الا بغيتي تبدا صحيح. هادشي فيما يخص الخدمه. هادشي لحد الساعه مازال ما بديناش اننا نخدموا ونبيعوا ونشريو، لان الطريقه راه كتختلف. ماشي غادي تشري داك الزليج مثلا غادي تعمر المحل بواحد 40 ولا 50 مليون غادي تبقى جالس، يعني غادي تبقى تسنى الناس اللي يدوزوا من عندك. لا، ماشي هذه هي الطريقه ديال الخدمه. هذه غنهضروا عليها من بعد. يعني كما قلنا كاين جوج انواع. عندك راس المال ممكن تبدا، ما عندكش راس المال ممكن تبدا به، ولكن كتبقى احسن حاجه وهذه كنقولها في جميع المشاريع، هي احسن حاجه هي تخدم بالفلوس ديال الناس. مثلا انت بحال هذا الشكل هذا ما عندكش، ما كتشريش السلعه حتى كتجيك لا كوموند، كتمشي
كتجيبها الكليان كيخلصك فيها، عاد انت كتمشي كتخلص داك الساعات الشركه. يعني كتكون خدام بالفلوس ديال الناس، ما خدامش بالفلوس ديالك. وهاد الطريقه خدامين بها بزاف ديال الناس، بزاف ديال المجالات. مثلا كاين اللي كيبني عماره وهو واخد السلعه غا من عند الدروغري، واخد السلعه من عند بزاف ديال لي فورنيسور، وعاطيها مثلا غا الشيكات حتى كيبني داك العماره وكيساليها وكيبيعها وكيتخلص. عاد هو كيمشي كيخلص هذوك لي فورنيسور اللي عطاوه السلعه. ومول الدجاج براسو راه كيجيب له مول الدجاج اللي كيبيع بالكرو، كيجيب له الدجاج في الصباح وكيرجع عنده حتى العشيه عاد كيتخلص. يعني نتايا كيحط لك الدجاج حتى كتبيعو عاد كتخلصوا منه، يعني انت ما عطيتي حتى شي حاجه. يعني الخلاصه ديال هادشي كامل خاصك انت تكون معقول باش الناس يثقوا فيك ويوليو كيتعاملوا معاك، وتبقى خدام حتى كتبيع وتشري عاد كتخلص الناس. يعني ضروري من المعقول في اي مجال، ما عمرك ما تبدا بالتحرميات، ضروري بدا بالمعقول وبني علاقات مزيانه، لان العلاقات هما الاهم. تقدر انت دير فايت ما تبقى عندك حتى شي ريال مثلا باش دير واحد المشروع، ولكن الا كانوا عندك علاقات مزيانين كل واحد يقول لك هاك غاسير تتبدا ويسر الامور وتبدا عندك البيع والشراء عاد خلصني. علاش؟ لانك انت مزيان وكتعامل مع الناس بطريقه مزيانه. داك الشيء علاش راه الراس المال ديالك الحقيقي هما العلاقات ديالك، ماشي هو داك الفلوس اللي عندك، لان الفلوس يقدروا يمشيو، ولكن الا كانوا عندك علاقات مزيانين هذوك الناس هما براسهم ممكن يهزوا بك الفوق ويعاونوك حتى توقف على رجليك. دابا غنهضروا على الطريقه ديال الخدمه. كيف ما قلنا في جميع المشاريع اللي كنهضروا عليهم، راه لا يعقل انك غادي تخسر واحد الفلوس اللي هي كبيره على واحد المشروع وغتحل محل تجاري وغتبقى كتسنى وجالس كتسنى الكليان يدوزو عندك. هذه حاجه مهمه، ولكن اهم حاجه هو انك انت تمشي تقلب على الكليان. كيف ما كان هذا النوع ديال المشاريع اللي داير، ضروري عندك واحد الطريقه اللي انك تمشي نتايا وتقلب على كليان واحد اخر من غير هذاك اللي كيدوز من حدا الباب ديال المحل التجاري ديالك. بالنسبه لهذا المشروع هذا ديال بيع الزليج، عندك بزاف ديال الحوايج اللي ممكن انك ديرهم باش تعرف، واهم الحوايج هي انك تمشي وغدور على الطاشرونه وغادي تتعامل معاهم وغتهضر معاهم وتحاول دير معاهم واحد العلاقه مزيانه. يعني عندك واحد السيكتور اللي هو كبير، راه عرفتي في غير المدينه ديالك غا حي واحد، راه عرفتي شحال غادي تلقى من دار كتبنى، شحال من طاشرون كاين تما. بطبيعه الحال يكونوا هما عندهم ناس اللي ديجا كيتعاملوا معاهم، ولكن هنا غيجي الدور ديالك وهنا غادي تجي القدره ديالك على انك تسير داك المشروع وتزيد به القدام. خاصك ديجا تكون خدام على راسك، كتعرف تهضر مع الناس، كتعرف تتعامل مع الناس. واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف وضروري خاصكم تحرصوا عليها، لان للاسف المجتمع ديالنا كيديها في المظاهر. كيف ما كانت الحاله ديالك عندك الفلوس ما عندكش الفلوس، حاول ديما انك في اي بلاصه مشيتي تلبس احسن لباس عندك ولبس مقاد ولبس مزيان. ماشي ضروري خاص يكون داك اللباس غالي، بقدر ما انه يكون نقي وتكون لابس مزيان، حيت الانطباع الاول اللي كياخذوا عليك الناس كياخذوا عليك من اللباس ديالك للاسف، ماشي حتى كتهضر، حيت هذا هو المجتمع ديالنا كيحكموا على الناس من المظاهر. يعني باغي تمشي تقلب على خدمه، باغي تمشي تقلب على كليان، ديما تكون لابس مزيان، ديما تكون مقاد، باش ديما كتحيد هذيك الانطباع الاول. صافي ما كيكونش واحد الانطباع خايب، صافي ينفوا الواحد كيشوفك لابس مزيان صافي كيقول هذا السيد راه مزيان. هادشي للاسف اللي معمول به هنايا في هذا المجتمع ديالنا. مي حاجه ضروريه خاصك تهلا في راسك وتمشي واثق من راسك، وان شاء الله غيجيب الله التيسير. اخر حاجه غنهضروا عليها في هذا المشروع هذا هما الارباح. بالنسبه للارباح على حساب الشكل وعلى حساب النوع، ممكن انك تربح 5 دراهم في المترو، ممكن انك تربح حتى 15 درهم في المترو، وممكن توصل حتى لكثر على حساب النوع ديال الجليج وعلى حساب الطريقه باش مخدوم، وبزاف ديال العوامل اللي كتدخل في الارباح. ولكن اقل حاجه ممكن انك تربح واحد 5 دراهم في المترو، وملي كيجي عندك الكليان راه ما كياخذش غير مترو واحد، راه اقل حاجه غياخذ واحد 5 مترو. هادشي لا كان غيقاد غير شي بلاصه اللي هي صغيره. يعني النسبه ديال الارباح معقوله، ولكن الحاجه اللي غتزيد من الارباح ديالك هي انك يكون عندك المعارف بزاف وتكون كتعامل مع بزاف ديال الطاشرونه، هما اللي غادي ياخذوا من عندك دي كونتيتي كبار 300 مترو 400 مترو. هنا اللي غادي تضرب ضربه صحيحه. يعني ضروري من العلاقات ديالك يكونوا مزيانين باش الارباح ديالك اوتوماتيكمون يطلعوا. وما تنساش قبل ما تبدا المشروع ديالك صلي صلاه الاستخاره وتوكل على الله وبدا في داكشي اللي غتبدا، وربي غيسهل لك الامور ان شاء الله. وانا متاكد غادي تنجح انت ولا انت اللي كتصنتوا لهذا الفيديو، غادي تنجح ان شاء الله وغادي دير لاباس وغادي دير كاع داكشي اللي بغيتي. كنتمنى لكم التوفيق ونشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.